ازيكم عاملين ايه؟ رجعت بعد 4 شهور انقطاع، 3 شهور انقطاع. واللي عارف انا حطيت اخر فيديو ليا من 4 شهور وقطعت بعدها على طول. في منكم يعرف انه حصل حادث لينا. الحادث ده الحمد لله حصل لناس كتير، يعني في زلزال كبير حصل، مش زلزال، 3 زلازل بالظبط كبار حصلوا في نفس اليوم، وادوا انه عماير كتير تتضرر و12 محافظة اتضرروا. وانا كنت في محافظة من المحافظات اللي اتحصل فيها الزلزال ده. الزلزال حصل تاني يوم بالظبط بعد ما حطيت الفيديو، وانا قلت بقى في الفيديو ان انا هرجع وانه مش عارف ايه. الحمد لله. خرجنا من البيت، ما قعدناش فيه لمدة فترة حلوة، شهرين ما قعدناش في البيت، لسه راجعين الحمد لله من الحالة النفسية بعد الزلزال وبعد اللي احنا شفناه وبعد الخضة الكبيرة مش كويسة. فطبعا ما عرفتش اصور وما عرفتش انه اعمل اي حاجه لان انا مش موجوده في بيتي ومش معايا الحاجات اللي انا بصور فيها. لان احنا بالظبط خرجنا من البيت الساعه 4 الفجر، 4 و17 دقيقه بالظبط الفجر. نزلنا باللي علينا بالبيجامات والحاجات، حطيت الطرحه بس بالظبط. الدنيا كانت بتتلج، كل الناس في الشارع حرفيا. المحافظه اللي انا عايشه فيها الناس بتنام من الساعه 7 ضلمه، الساعه 4 الفجر مفيش بني ادم في شقته. نزلنا وخدت بس حاجات لزينب وبناته، لبنه، غير لي، وقعدنا في الشارع نايمين. يعني ما قعدناش في بيتنا لمدة 3 أيام، نايمين يعتبر في الشارع، أو 4 أيام. وبعدها إيه، خرجنا من المحافظة نفسها. بس رجعت بيتنا. بس البيت مش كويس، يعني المحافظات كلها اتضررت، العماير كلها متشققة. الحمد لله أحسن من كتير، يعني الحمد لله الحمد لله. في ناس العماير وقعت بيها وهم نايمين ملحقوش، يعني الهزة حصلت، العمارة وقعت بيهم وخلاص، يعني ربنا يتوفاهم. شفت بعيني عماير كتير اخر الشارع عندنا، في عمارتين قصاد بعض وقعوا، والعمارتين 15 دور تقريبا، فكان منظر مرعب. هحط لكم الصور، وبرضه هحط لكم صور العماره بتاعتنا عامله ازاي، يعني حابه نوع من المشاركه. في منكم كان بيقول لي في الكومنتات انتي سبتينا شهرين وما حطيتش فيديوهات، فانا ما حطيتش عشان انا دي ظروف خارجه عن ارادتي تماما، يعني معيش حاجاتي اصور بيها ومش في مكان انا اقدر اصور بيه. بس انا في بيتنا اهو، ويا رب يا رب يا رب بعد الفيديو ده، يعني انا كل مره بقول ان انا هحط فيديوهات وان انا هكمل وانه الدنيا تبقى كويسه، يحصل حاجه. يا رب يا رب يا رب. اتمنى اني اكمل، او انه يبقى الموضوع بقى مستمر، ان شاء الله الدنيا تكمل. وحشتوني. قالت في التحقيق انه قال لها اسكتي في جثه في البانيو، ولكن هي بصت له بضحك وقالت له لا مفيش جثه. قال لها لو مش مصدقاني ادخلي وشوفي بنفسك. 18 اغسطس 2005 اكتشاف لجثه شابه رعب منطقه ويست كامبس، مع وجود ادله كتير متوجهه لشخص مريض اسمه كولتن بيتونيا، والبحث المكثف عليه اللي ادى لتحقيق دولي، ويتختم الموضوع بالشك في شخصيات تانية مشاركه في القضيه ومشاركه في التحقيق. يوصل الموضوع كله في النهايه ان يتدخل فريق في المكسيك عشان يقبض عليه. ايه اللي حصل لجينيفر كيف، وايه اللي ادى لنهايه المفاجاه دي، وهل هي اتخانت من اعز اصحابها ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ دي قضيه جينيفر كيف. ازيكم، صباح الخير او مساء الخير من اي مكان ومن اي وقت تتفرجوا فيه عليا. انا اسمي كريمي ندى. اللي ما يعرفنيش انا بقدم محتوى قصص وجرايم محلوله وغير محلوله، واللي يعرفني وحشتوني جدا للمره مليون. ويلا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش في قصه النهارده. قضيه النهارده بتاخدنا لولايه جديده في امريكا، وهي ولايه تكساس. معروفة جدا ولاية تكساس هناك انها اعلى معدل الجرائم فيها، وفي سبب للموضوع ده، لان معدل العنف هناك كبير والبوليس مش قادر يسيطر على الموضوع ده. ولكن برضو نقدر نقول ان فيها حاجه كويسه. منطقه اوستن تكساس فيها نشاطات كتير، وفيها اماكن وبارات وخروجات كتير اي حد ممكن يعملها. وبنتعرف هناك في اوستن تكساس على شابه اسمها جينيفر كيف، واللي اتولدت 13 مارس 1984 للام والاب شارون وتشارلز كيف. كانت هي جزء من عيله كبيره ومحبوبه، وكانت هي واحده من 4 اولاد. جينيفر كبرت في بيئه داعمه وامنه وكويسه ليها. العيله مكونه من 6 اشخاص، ال6 اشخاص دول بيحاولوا ان هم يساندوا بعض، ان هم يبقوا ورا بعض
في ظهر بعض، يدعموا بعض في اي قرار هم بيعملوه في حياتهم. في طفولتها جينيفر كانت متحمسه لكل حاجه، وكانت شاطره في اي حاجه بتعملها، كانت دايما بتذاكر كويس وبتحب تشارك في نشاطات كتير ومنها التشجيع. في اوائل سنين الثانويه للاسف اهلها انفصلوا عن بعض، مامتها دخلت في حاله اكتئاب وتعرفت على واحد جديد، وده اللي بقى شريك حياتها الجديد جيم سيدويك. جيم كان شخص كويس، كان بيتعامل مع جينيفر واولادها بحنيه، بيعاملهم زي اولاده بالظبط، وكان حاططهم تحت جناحه، كان حنين عليهم، طيب، بيجيب لهم كل حاجه هم عايزينها، وكان شخص لطيف معاهم. العيله الجديده والكبيره نقلت كلها المنطقه البحريه اللي اسمها كوربس كريستي، الاسم صح، والمنطقه دي هناك بيصدقوا فيها الامريكان، قال يعني ان سيدنا المسيح اتصلب واتعلق هناك. وفي سنه 2002 اخيرا جينيفر اتخرجت من الثانويه، كان عندها امل انها تشتغل في الموارد الماليه، وكان هي حاسه انه الموضوع ده كويس، انا لو درست كده هيبقى المردود بتاعها او الشغل بتاعها وفلوسها كويسه. وده اللي خلاها تقعد تدور في جامعات تكساس كلها على مكان ليها عشان تدرس الحاجه اللي هي حباها. وبالفعل بعد تدوير كتير قدرت انها تلاقي مكان ليها في جامعه تكساس، وده معناه انه اخيرا هتبقى لوحدها، هتروح الجامعه وكبرت وهتفضل تدرس. ولكن للاسف بعد اول ترم قررت انها مش عايزه تكمل، وقررت تسافر من تكساس لاوستن وترجع جنب عيلتها. عايزه اقول لكم ان هو ما زال حلمها انها تخش الموارد الماليه، فقررت انها تبدا من اصغر من الجامعه وانها تخش معهد، وبالفعل دخلت معهد اوستن ودخلت فاينانس اللي هي الموارد الماليه. ولكن في الفتره اللي هي عاشت فيها في اوستن لوحدها كان الموضوع غالي قوي انها تأجر شقه وتدخل جامعه وانها تبقى لوحدها، فقررت انها تشتغل بالليل، فقررت انها تشتغل في مطعم بالليل وتدرس في الجامعه بالنهار. وبالفعل قدرت انها تنجح انها تدرس في الجامعه وانها تريح نفسها. عايزه اقول لكم نظامها كالاتي: تصحى من النوم، بتدرس، بتروح الشغل، وكان برضه في انها متعه، هي معروفه جدا من اصحابها وعامله صداقات كتيره في المعهد، فكانت هي بتحب تستمتع معاهم وتخرج معاهم. ولكن في باكج كده بيجي مع الجامعه، الباكج ده كان كالاتي: كانت انها يا اما تشرب مخدرات او تتعرف على حد بيشرب مخدرات وتجربها. هي كانت محبوبه من الكل، فكانت مش بترفض لاي حد تجربه انها تجرب معاه. ولكن في الحاله بتاعتها هي كانت بتشرب ماريجوانا، وكانت بتروح الحفلات وتشرب مع اصحابها انواع تانية. بالرغم انها بتخرج وبتحتفل وبتشرب مع اصحابها، الا انها ما خلتش دي تبقى عندها عاده وان هو لازم اخرج كل يوم ولازم احتفل كل يوم. انا عندي دراستي اهم، انا عندي شغلي اهم. ده كان الحال بالنسبه لها. ولكن الحال بالنسبه لاصحابها ما كانش زيها بالظبط، وبالاخص شخصيه قريبه منها جدا طول فتره قعدها في اوستن، واللي هو شاب اسمه كولتن بتونيا. كولتن كان ولد كنيسه من اركنساس، وده معناه ان هو ولد طول عمره عايش في الكنيسه او بيدرس حاجه ليها علاقه بالمواد المسيحيه فقط. اول ما دخل مدرسه اسمها كرايست، وبعدها راح مدرسه ثانويه كاثوليكيه فقط للاولاد بس. كان بيعمل اهله كويس جدا، وكان دايما عنده الفضول ان هو يبقى احسن واحسن في مجاله واحسن في كل حاجه، وده اللي خلاه واحد من احسن 10 طلاب في مدرسته، وكمان خد المركز ال 166 من احسن طلاب في محافظته كلها او في الولايه بتاعته، وده رقم مش قليل. وكسب ساعتها جايزه ماديه كبيره، وده ادى ان هو يكسب منحه في الجامعه اللي نفس فيها جينيفر. وهنا اتعرفوا على بعض لان هم مع بعض في نفس الجامعه. اول ما اوستن بعد عن اهله ابتدى ان هو ينحرف سيكا كده، يعني شويه ابتدى ان هو ينحرف وما يبقاش الفتى الصالح بالنسبه لاهله. واحد طول عمره لازم تحفظ، لازم تدين، لازم الكنيسه، المسيح، ما اعرفش هم بيدرسوهم ايه. بعدها ما ينفعش حرام عيب، ما ينفعش حرام عيب. اول ما طلع للجامعه لوحده، عاش لوحده، شاف الحفلات، شاف الناس بتشرب ايه. فللاسف اما الواحد بيبقى مضغوط عليه او مقفول عليه قوي، اول ما يطلع للحياه ده اللي بيحصل له كالتشر شوك، او ان هو صدمه الثقافات بتخليه ان هو مش واعي زي الاول. بقول الكلام ده كله ليه؟ لان في سنه 2000 كولتن بقى مدمن حرفيا، بقى بتاع حفلات وسكر مخدرات، وانا كل يوم يحتفل، كل يوم يعمل كل حاجه بلا حدود. ده ما كانش كويس بالنسبه له، بقى مدمن لدرجه ان هو مش عارف يبعد عن الحاجات اللي هو بيشربها. وبعد اول ترم ليه في الجامعه دخل مصحة مدمنين. كولتن كان دايما بينتكس، وكان صعب جدا بالنسبه له ان هو يبطل حتى هو جوه المصحة. وفي سنه 2004 اتقبض عليه وهو معاه كيسين كوكايين، وكان معاه كام برشام، او مش برشام يعني بتاع دي اللي هي مش البرشام بتاع الكبيره اللي هي جوه البرشام دي، شريط وشرايط منومه وقلق. فالبوليس قبضوا عليه وادوه 20 يوم في السجن، بالرغم ان المحامي بتاعه طلعه من السجن ب 20 يوم فقط. ولكن هو كان متاكد ان هو هيخش السجن يا اما بجريمه كبيره او انه هيخش تاني بمخدرات، لان هو مش بيحرم وهو مدمن بطريقه مش كويسه. وكمان هو ما عندوش اللي هو يتحكم في نفسه ويتحكم في الحاجه اللي هو بيعملها. وكل حاجه كنت فيها جينيفر كان لسه صاحبته المقربه او البيست فريند بتاعته،
كانت دايما بتحاول او بيحاولوا ان هم يذاكروا مع بعض، وهي بتحاول انها تشجعه انه يبقى شخص احسن. فهم كانوا على طول مع بعض، ولكن محدش فيهم كان بيفكر في التاني كحبيب، او الكيمستري بتاعتهم الكيمستري بتاعت اتنين اصدقاء فقط. هي ما كانتش بصاله، وهو كان ساعتها عنده جيرل فريند، عنده صاحبة، عنده حبيبة. في الفترة اللي هما فيها مع بعض هي برضو جينيفر كان عندها حبيب، وهو كان عنده اكس جيرل فريند اسمها لورا هول، واللي هيبقى اسمها مهم في القضية دي. عايزة اقول لكم ان لورا كانت مدمنة لكولتن، كانت متعلقة بيه بطريقة كبيرة قوي. كان عارفين اللبانة اللي بتلزق هي زيها كده بالظبط، اللبانة لازقة فيه. دايما الناس كانوا بيقارنوا اسلوب معاملة لورا لكولتن والعكس. لورا كانت بتعامله بحب، اللبانة اللي لازقة فيه، ان هو بحبك حبيبي، بيجيب له هدايا، بيجيب له كل اللي هو عايزه. ولكن هو للاسف كان بيعملها باسلوب وحش جدا كانها الخدامه بتاعته، ودايما اللي هو بيرميها، عارف يعني اللي هي في الاخر هترجع له. وده بالفعل كان الموقف ما بينهم. هو كان دايما بيروح ويسيع وبيعمل كل اللي هو عايزه، وفي الاخر يرجع لها عشان يقعد معاها، او يقعد معاها قعده تانية. يعني انتوا فاهمين. نرجع لجينيفر. سنه 2005 اخيرا اتخرجت من الجامعه وحققت الحاجه اللي نفسها فيها، ولكن هي ما كانتش عايزه ترجع تكسس لاهلها، وكانت عايزه انها تدور على شغل في المنطقه اللي حواليها، لانها عندها اصحاب كتير جدا، وانها تسيبهم يعني حاجه مش كويسه عليها. كلنا عارفين المواقف دي، اللي هو لما واحد ينقل لحته وواحد ينقل مدرسه تانية وواحد ينقل الجامعه وهو عنده اصحاب، فبتبص على قلبه كده اللي هو انا مش عايزه انقل. قررت إنها تدور على شغل في المنطقة اللي هي عايشة فيها، وفي وسط سنة 2005 أخيرا لقيت الشغل اللي بتحلم بيه، مساعدة قانونية في شركة محاماة كبيرة جدا في أوستن. وكده دخلت مجال القانون ومجال الإدارة المالية بمعنى أصح، فميكس كده هي حباه. وبما إنها بقالها كتير جدا نفسها إنها تتوظف، وأخيرا بقت امرأة عاملة، أول واحدة كلمتها بعد الخبر ده مامتها. وبالفعل مامتها قالت إنها قد إيه شافت إنها فرحانة بصوتها، وإنه فعلا اخيرا بنتها هتستقر وتبدا الحياه كامراه عامله، انه خلاص ان انا كبرت وهشتغل وهصرف على نفسي اكتر بالشيك بتاعي الكبير، هبدا حياه جديده وهبدا بدايه جديده. المفروض انها كانت تبدا الشغل 17/8/2005، ولكن قبل شغلها بيوم قررت انها انا بقى عايزه فتاه قويه، لازم انام بدري ولازم اظبط اللبس بتاعي واحطه واكويه. كانت متحمسه قوي، وكانت مقرره جينيفر انها تنام على الساعه 10 وخلاص منبه وهنام. ولكن جالها مكالمه من صاحبها كولتن، قال لها الو، انا عارف ان انت عايزه تنامي بدري، ولكن للاسف انا ما بركلكيش وما احتفلتش معاكي، فانزلي نروح بار مع بعض نحتفل شويه وما تخافيش هروحك بدري، ونقعد اللي هو نتكلم ونحتفل بيكي انا واصحابنا. جينيفر كانت عايزه تنام بدري، ولكن برضه يعني جواها كده انا عايزه احتفل مع اصحابي او اشوفهم قبل ما اروح بقى وابقى امراه عامله. فقررت انها تقبل الدعوه دي. قال لها تعالي نتقابل في مكان اسمه 6 ستريت، وده مكان او بار بيتجمعوا في الطلاب بتوع اوستن. جينيفر قالت له انا هشرب 2 شوت بس، وكانت قررت نفسها انها هتشرب فقط 2 شوت. قالت له بص انا هطلب 2 شوت وهطلب وجبه عشان ابقى صحصحه، وكمان اوصلك البيت ونبقى قاعدين مع بعض ونبقى برضه فايقين في الاحتفال مع بعض. ولكن كولتن كان عكسها. كولتن كان عمال بيسكر وبيشرب كتير، وبعدها يروح لمكان ويرجع تاني يسكر اكتر، عمال بيزعق وبيطايح في كل حته، وكله كان واخد باله. جينيفر فايقه، مش سكرانه خالص، فايقه تماما. كولتن كان سكران طينه. الساعه 10 عدت، 11 عدت، الساعة جت 12 وهم لسه هناك في البار وبيحتفلوا معاهم أصحابهم. في اللحظة دي قالت لكولتن بص أنا عايزة أروح، أنا عايزة أنام بدري، الموضوع كده هياخد مني كتير، تعال ندور على موبايلك احنا الاتنين، وبعد ما نلاقيه هوصلك وهروح بيتي. وبالفعل الاتنين دوروا على موبايله ولقوه، وراحوا والاتنين قدام كل الناس روحوا مع بعض. على الساعة 12 وحبة كلمت واحد من أصحابها اسمه مايكل رودريجيز. في المكالمة باين صوت كولتن وباين صوت جينيفر. جينيفر عمالة تزعق لكولتن إنه لازم يصحى، لازم يصحصح، وإنه يبطل يعمل الحاجات الطفولية دي، وإن هو في المكالمة ضرب بوكس في شباك وعمل بيبيع على الشباك التاني، وهي كانت بتزعق إن هو يسيطر على نفسه. في حاجة مهمة، مايكل ما كانش قريب قوي من جينيفر، كانوا أصحاب بس مش قريبين، وإنها تكلمه في الوقت ده بالليل حاجة غريبة. ولكن هو قرر إن هو يبقى معاها على الخط. قال لها هو انت كويسه؟ في حاجه؟ انت بتكلميني عشان حاجه؟ قلت له بص انا كويسه، انا هكلمك اول لما اروح، استنى مني مكالمه. وبالفعل قفلت، ولكن ما رجعتش كلمته تاني. 17/8/2005 يوم أربع عادي جدا، صحت فيه من جينيفر مبسوطة زيادة عن اللزوم. النهاردة بنتها هتبتدي أول شغلانة ليها، النهاردة أول يوم شغل. بنتها متحمسة، وهي متحمسة لبنتها إنها تحكي لها كل التفاصيل اللي حصلت في يومها، حصل إيه والشركة عاملة إزاي وكل حاجة. ولكن للأسف قريب الإحساس ده هيتقلب بقلق وخوف، لأنه بعدها بكام ساعة المدير بتاع جينيفر بنفسه كلم الأم وقال لها إنها ما جاتش الشغل النهارده اول يوم وليه اتاخرت كده. طبعا احساس الام في ساعتها قلبها اتقبض وحست ان فيها غلط، لانه
المفروض جينيفر كانت كلمتني وهي رايحه الشغل او بعتت لي مسج. ليه ما كلمتنيش وبعتتليش اي حاجه خالص؟ رنت مره 2 3 5 وبرده محدش بيرد. تحاول تكلمها، تحاول تشوف فاين فريند، تحاول تشوف مكانها فين، مش عارفه توصل لبنتها. قالت في نفسها ان انا لو رحت للبوليس هيقولوا لي دي طالبه وواحده كانت سهرانه مع اصحابها، انتي قلقانه زياده عن اللزوم، وتعالى رجعنا بعد 48 ساعة ونشوف لو اختفت أو لا. فقررت إنها تكلم شركة الموبايل بتاعت جينيفر وتشوف منهم المعلومات، آخر حد اتصلت بيه إمتى وآخر وقت الموبايل كان مفتوح إمتى. في الوقت ده ما كانش خاصية كبيرة قوي، يعني في الشركات اللي عندنا في مصر كان ممكن برضو أي حد اللي هو أنا آخر حد كلمني مين أو آخر حد عمل إيه، عارفين انتوا الكلام ده كان بيحصل. طبعا كلمت الام وخدت الارقام. اول رقم كلمته هو رقم مايكل، قال لها كل حاجه بالحرف الواحد. قال لها ان كولتون كان مع جينيفر واللي هي كانت فايقه تماما وكانت بتوصله على بيته. قال لها كمان انه كان في حاجه غلط في صوته وانه الموضوع ما كانش كويس وكان مريب، وانها قالت له هتكلمه لما توصل البيت وما كلمتوش. وقال لها مايكل روحي كلمي كولتون وشوفي الدنيا ايه. كلمت كولتون، قال لها ازيك يا طنط عامله ايه يا طنط ازيك عامله ايه؟ لا انا معرفش عنها اي حاجه، هي وصلتني ومشيت، انا معرفش اي حاجه، حاولي تكلميها وانا احاول برضو ان انا اساعدك واكلمها. هنا قفلت معاه وعرفت انها خلاص الحاجه اللي هتعملها انها هتروح للبوليس او هتكلم البوليس وتقول لهم ان بنتها اختفت. وكلمت البوليس وهتعمل حركه متخلفه جدا دلوقتي. كلمت كولتون وقالت له بص انا كلمت البوليس، ولكن من باب العلم بالشيء هما ممكن يجوا لك اول واحد ويقولوا لك ويسالوك عن معلومات يعني عن جينيفر. معرفش ازاي فكرت انها تعمل كده، ولكن هقول انه شافت ان هم قريبين جدا من بعض وانه هو شخص مش في الشبهات. دايما يا جماعه في قضايا القتل وكل الكلام الغريب ده اول ناس بيشكوا فيهم لو الراجل او الست ماتوا الحبايب بتوعهم، لما الحبايب مش موجودين بيفكروا في اعز اصحاب او البيست فريند بتوعهم. فقلقوا حرصوا مش هلقوا. نيجي بقى لموضوعنا. كلمت كولتون وحذرته ان البوليس ممكن يجي له. كلمت البوليس وبالفعل قالوا انها مفقوده، ولكن تحركات البوليس باردة تماما. عدى اول يوم البوليس ما عملش حاجه، بطيء جدا، مفيش اي تجديدات وما راحوش حتى يسالوا كولتون على اي حاجه ولا مايكل. عدى تاني يوم قررت الام خلاص هي هتروح هي وجيم لوستن عشان يدوروا على جينيفر. وهي رايحه في الطريق هي وجيم كلمها البوليس وقال لها بصي عربيه بنتك مركونه عند بيت كولتون، ولكن ما ينفعش اي حد فينا يخش او انتوا تخشوا غير مذكره تفتيش. طبعا الام في بالها انا بنتي اهم من كل الكلام الهبل ده، فراحت وراحت هي وجيم على بيت كولتون. عايز اقول لكم ان جيم كان بيحب جينيفر بطريقه حلوه جدا، يعني كان بيحبها زي بنته بالظبط. وهما في الطريق قالوا احنا هنستنى البوليس قد ايه، خبطوا على الباب مفيش حد بيرد، خبطوا تاني مفيش حد بيرد. فقرر جيم ان هو مش هيستنى اكتر من كده، فقرر ان هو يجيب طوبه وكسر بيه الازاز ودخل الشقه. برغم ان البيت صغير ولكن متوسخ والزباله في كل حته وكل الادراج مفتوحه وكل اللي فيها فاضي. البيت لحسن الحظ انه صغير واوضتين بس ان هو يدور فيهم او يشوف في حد موجود ولا لا. اول ما دخل المكان اللي عند المطبخ لقى ان جنبه باب الحمام مفتوح ونور الحمام مفتوح، وده كان المكان الوحيد اللي فيه النور شغال. فقرر ان هو يشوف الحمام هل في حد موجود ولا لا. وهو داخل كان بيفتح باب الحمام بتردد شديد، ولكن للاسف القرار اللي هياخده ده هيدمره نفسيا وهيغير حياته ونفسيته للابد. اول ما دخل لقى ان في جثه موجوده في البانيو، ما فيهاش راس وما فيهاش ايدين ولا رجلين، فيها تورسو فقط. الجثه دي كانت لابسه فستان اخضر. جيم كان عارف الفستان الاخضر ده، يعني الفستان الاخضر ده هو اللي كان جايبه لجينيفر. البنوته اللي متقطعه قدامه للاسف بنته التانية او بنته ومراته جينيفر كيف. كان هو متدمر مش عارف يعمل ايه. قرر ان هو يطلع من الحمام وخرج بسرعه من الشقه وقال لشارون اوعي تدخلي ولا اوعي تعملي اي حاجه، وكلم البوليس في ساعتها. مكالمه البوليس معاهم كان كالاتي. هم كلموا البوليس مكالمتين. اول مكالمه الام كان بتصوت جامد وبتعيط وتقول لهم الحقونا انقذونا تعالوا بسرعه احنا محتاجين مساعده، وكانت بتصوت بطريقه هستيريه. جيم ما قالهاش ايه اللي حصل. طبعا الست ما كانتش فاهمه حاجه وقالت لها الو فهميني كلمي بهدوء، فقفلوا. وجيم كلم البوليس مكالمه تانية هو لوحده، ولكن شارون كانت جنبه. قال لهم العنوان، قال لهم احنا هنا، وسالته هل هي عايشه ولا ميته؟ قال لهم اعتقد انها ميته. قالت طب ممكن تخش وتحاول تعمل لها CPR تنفس صناعي؟ قال لها مفيش حاجه موجوده عشان اعمل لها CPR. قالت له يعني ايه؟ قال لها بصي ده مسرح جريمه انا مش عايزه ابوظه والموضوع دموي وانا مش عايزه اخش، تعالوا بسرعه وانتوا هتعرفوا ايه اللي موجود. سالته قالت له هل انت متاكد خلاص ان الشخص اللي موجود ده ميت؟ قال لها اه.
قالت له طب هو خلاص عدى مرحله CPR ما ينفعش تساعده؟ قال لها بصي ده مسرح جريمه انا مش عايزه اخشه تاني، تعالوا. قالت له طيب ممكن تقول لنا اسم الضحيه؟ في اللحظه دي قال اسمها جينيفر كيف. وهنا الام صوتت جامد وكان الموضوع حزين جدا. في خلال دقايق وصل البوليس وقفلوا المنطقه وقرروا ان هم يخشوا الشقه عشان يشوفوا الجثه اللي موجوده. وبالفعل الجثه اللي كانت موجوده كانت جثه جينيفر كيف، من غير راس، من غير ايدين، من غير رجلين، وكان في كيس موجود جنب البانيو في بقايا الضحيه بتاعتها، في بقايا الجثه بتاعتها. عايزه اقول لكم بقى انه التحقيق لما حققوا سبب الموت كانت رصاصه في الصدر وموتتها في ساعتها. بعد ما حرقوا الجثه بالفعل لقوا الرصاصه اللي كانت اتقتلت بيها. راحوا دوروا لقوا ان عربيه كولت موجوده لسه قدام بيته، شافوا فيها مسدس وبالفعل المسدس طبقت الرصاصه معاه، كده هو اكيد ليه يد في الموضوع ده. لقوا انه في غسالة الاطباق في اطباق فيها دم وفيها سطور وفيها كسو، ده اكيد القطاع بيه جثه جينيفر. وقالوا ان مسرح الجريمه ده كان بشع، ولكن الابشع من ده انه اللي عمل فيها كده مش موجود ومش لاقيه. السؤال هنا بقى فين كولتن اللي هو شكله مش بسرعه من قبل ما يخلص اللي هو بدأه؟ عربيته موجوده، هو فين؟ ابتدوا ان هم يدوروا عليه، ولكن هو بذكائه خد موبايله معاه. دي حاجه يا جماعه، الواحد لما موبايله بيرن ابراج الشبكه بتقول هو كان فين او مشي او اتحرك لفين. اتضح ان اوستن كان في رحله طويله، موبايله كان بيرن ومبطلش رن من اوستن للمكسيك. ازاي كولتن راح لهناك محدش عارف، واجابه السؤال ده هيعرفوه بعد 4 ايام بالظبط. البوليس عرف ان هو راح ازاي لان في اب وام قلقانين كلموا البوليس، وهم اب وام لورا اللي هي الاكس بتاعت كولتن او اللبان اللي لازقه فيه. قالوا لهم ان هي اختفت وان هي بعتت لهم ايميل غريب بتقول لهم ان هي فضت بيتها وانها هتختفي وان محدش يدور عليها ومحدش يكلمها. طبعا هو ايه السبب ده وليه فجاه الموضوع ده، وارجوكم دوروا عليها. الاب ابتدى يقلق قدام كل التفاصيل بتاعت عربيه لورا، وبالفعل البوليس في الكاميرات ابتدى ان هم يشوف هل هم عدوا الحدود مع بعض ولا لا. وبالفعل الساعه 2:41 دقيقه يوم ما ماتت جينيفر، لورا وكولتن كانوا بيعدوا حدود المكسيك. واتضح ان الاثنين مش بيحاولوا انه يخبوا ان في جريمه، في جثه، في موضوع كبير قوي حصل. الاثنين كانوا مبسوطين، والصوره دي اتاخدت وهما الاثنين فوق التيل وبيحاولوا ان هم يستمتعوا بحياتهم بعد دمروا حياه اسره كامله. الاثنين اغبياء جدا لان اكيد البوليس بيدور عليهم، والموضوع لو فيه جريمه قتل الانتربول بيخش او البوليس الدولي والموضوع بيبقى كبير. وبالفعل بعد 5 ايام بالظبط تدخل البوليس او قوات التدخل المكسيكي وقبضوا على الاثنين لقوهم في فندق هوليداي ان، وبعدها رحلوهم على حدود المكسيك وامريكا، وهنا اتقبض عليهم رسميا. لا مش رسميا، هم الاثنين اتقبض على كولتن، ولكن لورا محدش قبض عليها لان مفيش اي دليل انها شاركت في الجريمه. ولكن ده ما منعش البوليس ان هم يحققوا معاها، وبالفعل في نفس اليوم قرروا ان هم يحققوا حواليها. وهنا ابتدت الشكوك تبقى عندها لانها ابتدت انها تعيط كتير وتراجعت عن الكلام والافاده والكلام اللي هي قالته كل شويه كانت بتغيره. هنا البوليس ابتدى ان هو يبقى حازم معاها وقال لها بصي انت لو ما قلتلناش التفاصيل وما قلتلناش ايه اللي حصل معاكي انت هتروحي السجن النهارده. قالت له النهارده؟ لا انت هتروحي السجن دلوقتي لو ما اعترفتيش بكل حاجه وقلت لنا ايه اللي حصل. قالت له طيب ماشي انا هقول لكم كل حاجه حصلت. قالت له رحت البيت عند كولتن اللي هو كلمني، وبعدها وانا داخله لقيت شنطه على الكنبه وانا بضحك وقلت له شنطه مين دي؟ قال لها في جثه موجوده في الحمام في البانيو. فضحكت وقلت له اكيد لا انت بتكذب. فقال لها لو مش مصدقاني خشي وشوفي بنفسك. وصحيح في ماشيتي موجود وهيكسو، يلا خشي عشان تقطعيه عشان نخلص منها. وقالت انه قال لها لازم تساعده ان هي هتسوق بيه للمكسيك عشان تخرجه من الورطه اللي هم فيها. قالت انها رفضت ولكن عملت ده كله عشان هو ابتدى يهددها ان هو هيقتلها زيها بالظبط. هنا بدات المحاكمه، خدوا الكلام منها وبدات المحاكمه. وفي المحاكمه قال ان هو بريء ومش فاكر اي حاجه وعملها، وقال ان هو كميه المخدرات والسكر اللي هو كان فيها مش عارف ولا فاكر عمل اي حاجه بالظبط، وانا متاكد ان انا ما عملتش كده في جينيفر. وقال ان هو كان مغمى عليه طول الوقت لحد ما لقى جثه جينيفر، يعني كان مغمى عليه خالص يعني الواد. ولكن البوليس بيقول له انت ازاي كنت سكران طينه ومغمى عليك ولكن رحت سوبر ماركت واشتريت ادوات تنظيف واشتريت سكاكين التقطيع والكلام ده كله وانت مغمى عليك ومش عارف انت بتعمل ايه؟ الكلام ده بيعمله واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. ولما واحد من السوبر ماركت قال لك انت بتعمل ايه او اشتري الكلام ده كله ليه، قال لهم عشان هقطع ديك رومي كبير عندي. ايه الكلام ده؟ وللاسف كولتن ما قالش هو عمل ليه كده في جينيفر، ولا المحامين ولا القضاة عارفين هو ليه عمل كده فيه. وللاسف جينيفر مش موجوده عشان تقول ايه اللي حصل معاها. كولتن كمان قال ان اول ما لورا دخلت البيت كل حاجه بعدها كانت الخطه بتاعتها: تقطيع الجثه، يرموها، يدسمبرها،
وان هم يروحوا المكسيك كانت دي خطه لورا مش خطه كولتن. قال كمان ان هو استحاله يقضي جينيفر عشان هي صاحبته المقربه وان هو بيحبها قوي قوي. بالرغم كل الكلام اللي قاله الا الادله قالت ان هو فعلا قتلها وبنيه وحشه وبطريقه وحشه، وخد 55 سنه في السجن، وممكن ان هو يقدر يفتح القضيه تاني بعد ما يأدي 50% من الحكم بتاعه. وده معناه ان على سنه 2033 او بعد كده بشويه ممكن يقدر يفتح قضيه تاني ويحاول ان هو يطلع نفسه بريء، واللي هيبقى ساعتها عنده 51 سنه. نيجي بقى لورا. القضاة والبوليس متأكدين ان هي عملت حاجة، ولكن مش قادرين يحطوا ايديهم على الحاجة دي ايه. قالوا كمان انها هربت مع متهم وانها مبلغتش عليه، وبكده ادوها 10 سنين في السجن، وانه الدافع القتل او الدافع اللي حصل في الجثة بالاسلوب ده كان بسبب غيرة لورا من جينيفر. ولكن في سنة 2018 ما تنفذش الحكم وطلعت من البلد خالص، وطلعوا قرار منع انها تكلم اهل كولتن ولا اهل جينيفر، ودي قضية جينيفر كيف. عايزه اقول لكم انه ما اقدرش اصدق لورا، ما اقدرش اصدق كولتن، لانه الاثنين مسؤولين على الافعال اللي هم عملوها. ما نعرفش ايه السبب اللي خلاهم يعملوا في بنوته كده، ولكن اكيد في غيره او حاجه نيه وحشه جدا. والنتيجه لده حياه جينيفر انتهت بطريقه مأساويه وبطريقه وحشه قصاد اهلها. حياتهم يعتبر نور منها او جزء منها اختفى تماما. لحد اخر يوم في عمرها هي كانت بتساعد الشخص اللي وثقت فيه واللي كانت بتحبه اللي هو كولتن. ما قدرتش انها تسيبه، وقالت له انها عايزه تروح عشان توصله وتطمن عليه، بقى كانت تروح هي عشان شغلها. ده بيفكرني بقضيه حصلت في مصر، قضيه نيره. القضيه دي فيها كلام كتير قوي وانا مش هقول رايي فيها، ولكن يا جماعه مفيش حد يستاهل انه يتقتل بطريقه وحشيه او يتصور او اهله يشوفوه زي بطريقه نيره او طريقه جينيفر او اي حد في الدنيا. ولكن اللي اقدر اقوله انه الثقه العمياء، انك تثق في اي حد، انك تدي شخص مكانة كبيرة عن المكان اللي هو ممكن يبقى فيها، دي حاجة غلط. في حياتنا ناس زي كولتن مش بتوع مخدرات والكلام ده كله، ولكن تأثيرهم سيء علينا. لازم نقطع الناس دي، لازم نحاول ان احنا نحسن من نفسنا، لازم ان احنا نحرص دايما، حرص ولا تخون. ودايما في اخر كل قضية بقول لكم خلوا بالكم من نفسكم. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ادعوا لي بقى ان انا الاقي الاستقرار وانه الحياة تتعدل وتظبط. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.